معنا الآن من الرياض الأستاذ سعد عبد الله الحامد، الكاتب والباحث في مركز ليفنت للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك ومرحبا، شكرا لوجودك معنا. حدثنا عن أهمية هذه الزيارة والقمة الصينية السعودية بالنسبة للرياض. مساء الخير واشكركم على الاستضافه. في الحقيقه بان هذه الزياره تاتي الان في ظل هذا الزخم الكبير من التحديات التي تحيط بمنطقتنا العربيه وبالشرق الاوسط. وجدنا الحرب الروسيه الاوكرانيه وافرازاتها وسلبياتها على دولنا العربيه وعلى العالم ككل، من ارتفاع اسعار الطاقه، من ارتفاع اسعار النفط، من ايضا مشكله التضخم العالمي، وايضا مشكله الغذاء العالمي. انا اجد بان الزياره الصينيه الان، هذه الدوله التي تملك اقتصاد كبير و يعني تملك شراكات استراتيجية واستثمارية واقتصادية حتى مع الدول العربية. يعني مع المملكة وصل حجم التبادل التجاري إلى 29.3 مليار دولار وقابل للازدياد. الدول العربية وصل حجم التبادل الاستثمار والتبادل التجاري مع الصين إلى 330 مليار دولار، أيضا قابل للزيادة. ومن خلال هذه الزيارة الصين تحاول أن بعد جائحة كورونا وآثارها على الداخل الصيني وعلى الاقتصاد الصيني أيضا في الداخل، تحاول أن يعني تتقدم إلى الأمام، تحاول أن تفتح شراكات استراتيجية، تحاول أن تتجه نحو الشرق، تحاول أن تحل محل هذا التوجه نحو الفراغ الشرق الذي سيدي تركته. الفاضل هنا إلى أي مدى ربما يهدد التحالف التاريخي كما يوصف من قبل واشنطن بين الولايات المتحدة والسعودية، خاصة أنه من واقع حديثك يبدو أن التحالف هذا منصب بين الصين والسعودية في المقام الأول، والصين والدول العربية على الشق الاقتصادي. ماذا عن الشق الأمني الذي ربما تتفوق فيه الولايات المتحدة؟ اختي، يعني يحدث لبس، ولاحظت انا في العديد من يعني الاحاديث يعني خلال اليومين الماضيين. الصين لم تأتي لتحل محل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لديها علاقات استراتيجية وطيدة وأمنية مع دول الخليج ومع الدول العربية، ولا يمكن أن تحل محلها الصين. الصين تملك الآن ثقلا اقتصاديا، المملكة العربية السعودية تملك ثقلا اقتصاديا، يستطيعون من خلاله أن يطوعون العديد من القضايا، الاستفادة من الجوانب الموجودة، ولكن لا يخل هذا بجانب العلاقات مع الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي يملك شراكة استراتيجية 80 سنة أو 89 سنة مع المملكة العربية السعودية. الجانب الأمني، وقد يكون هنالك اختلاف في وجهات النظر بسبب الإدارة الموجودة الآن، الإدارة الأمريكية، ولكن هذا لا يخل